مسلسل جديد قادم من إنتاج راجي ششماز وبهادير أوزديران. المسلسل سيدور حول صراعات المافيا في إسطنبول، وسيتم تصويره على منصة نتفليكس الموسم المقبل. هكذا علق الصحفي التركي المشهور سينان كورو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أعزائي متابعي قناتنا وادي الذئاب الفوضى، وحلقة جديدة، وهذه المرة مع مسلسل جديد من إنتاج راجي ششماز وبهادير أوزديران. ولكن قبل البدء أرجو منكم أن تدعمونا بالضغط على الزر لايك ومشاركة المقطع مع أصدقائكم، وإن كنت غير مشترك بعد أدعوك للاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إذن فعلى بركة الله نبدأ. كلنا يعلم من هما راجي ششماز وبهادير أوزديران. هما أحد أساطير التي كانت السبب في نجاح مسلسل وادي الذئاب، وأيضا هم من صنعوا مسلسل قطاع الطرق لن يحكموا العالم. ها هما الصديقان الذين لم يفترقا بعدما غادروا مسلسل قطاع الطرق. ها هما يقرروا عمل مسلسل جديد يشابه مسلسل وادي الذئاب، ويشابه أيضا مسلسل قطاع الطرق لن يحكموا العالم. الصحفي سينان كورو قال في تصريح له أن راجي ششماز وبهادير أوزديران يستطيعون عمل مسلسل ينافس مسلسل قطاع الطرق في أي وقت يريدون، ولا تستطيع قناة ATV التدخل فيهم أبدا. لكن ممثل قطاع الطرق أوزار لا يستطيع تمثيل شخصية إلياس شاكر. يستطيعون التمثيل بأسماء جديدة وشخصيات جديدة. الممثلون يستطيعون تمثيل مسلسل جديد ولن يكون أمامهم أي عائق. ولو شاءت قناة ATV أن ترفع دعوى بقيمة 20 مليار بلا فائدة، لأنه لن يكمل قطاع الطرق، بل سيكون مسلسل جديد. ولغاية الآن فإن مقولة أننا سنرفع دعوى وسنقوم بفعل كذا وكذا ما هي سوى تهديدات فارغة. ويختم الصحفي سينان كورو مقاله بحكي يشفي الغليل قائلا: لقد تكلمت مع بهادير أوزديران وقال لي يا أخي سوف نصنع مسلسل مافيا قاسي جدا وجميل، وسنكون أحرارا أكثر. هنا يقصد بكلمة الأحرار بأن القناة كانت ستتدخل بسيناريو قطاع الطرق، وقال لي سوف نصنع مسلسل يعجبك كثيرا يا أخي علي. هكذا تكون القضية واضحة جدا، وعن قريب ستبدأ تسريبات المسلسل الجديد والذي سيدور حول صراعات المافيا في إسطنبول، وسيتم تصويره على منصة نتفليكس الموسم المقبل إن شاء الله، وهو من إنتاج راجي ششماز وبهادير أوزديران. في النهاية إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا أن تدعمونا بالضغط على زر لايك ومشاركة المقطع مع أصدقائكم، وإن كنت غير مشترك بعد أدعوك للاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.